عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو افكار جديدة، افكار وتدابير منزلية ان شاء الله هتفيدكم وتعجبكم. وقبل ما ابدا الفيديو، لو عجبك الفيديو مش تنسي تحطي لي لايك، عشان بتعب كتير في الفيديوهات وعلشان القناه تتشاف، لان انا بقالي يجي سنتين اهو زياده شغاله على القناه، وللاسف حتى ما تمتش 1000 مشترك. فبتمنى ان لو عجبك فكره واحده من الافكار تدعميني وترشحي القناه لاصحابك. ويلا بينا ندخل على الفكره الاولى. اول فكره معانا يا بناتيت، وهي وانتي بتسوي الفراخ او اللحمه بصفه عامه، اي حاجه من انواع اللحوم، حطي معلقه سكر مش مليانه، تمام؟ المعلقه دي هتسهل تسويه الفراخ وهتدي طعم مختلف للحمه او الفراخ، هتديها تسكيره كده حلوه. ما تكتريش عشان مش هتطلع مسكره او تقلب معاك، هي معلقه صغيره كده او شعره، عارفه انتي رشه الملح اللي بنحطها على الدقيق، هي زيها بالظبط، هتحطيها زيها. وما تحطيش الملح الا في الاخر، علشان الملح بيخليها يعني تاخد وقت قوي في انها تستوي وتجمد كده. حطي الملح في الاخر، انما السكر بيديلها طعم وبيسهل تسويتها. جربي الفكره وان شاء الله هتعجبك. الفكره اللي بعد كده يا بنات، وهو انا بجهز دايما خلطه محشي عندي في التلاجة، ممكن احطها واعملها في الفريزر او احط في التلاجة، ده او ده. بس الفكره هنا ان انا بحط في التلاجة الخلطه دي، بجهزها اللي هي التخديعه او الصلصه، وعليها الكزبره والبقدونس اللي هي الخضره يعني، والتوابل والبصل وكل حاجه، وبحطها في طبق في التلاجة. الطبق ده او علبة يعني يقعد معاكي شهر، بحطه في الرف اللي تحت الفريزر على طول، لان دايما الرف ده بيحافظ على الحاجة الاقرب يعني زي الفريزر كده بالظبط. بتقعد معاكي شهر طبعا على حسب درجة حرارة الجو برضو. حلو ده بقى جدا في شهر رمضان، علشان مثلا المحاشي بتبقى فيه كتير وكده، فانت بقى بتعملي ايه؟ بتعملي الكمية طبعا انت عايزاها مرة واحدة. هنا انا كان دي انا هستخدمها اصلا، فمش فيه خضره ولا حاجات كتير. بتجيبي بقى خضرتك وحاجتك كلها والصلصه وتحطي كله وتعينيه في التلاجة. تيجي هتعملي الرز مثلا، تحطي من بمعلقه نظيفه، اهم حاجه بمعلقه نظيفه، هتاخدي معلقه نظيفه من الصلصه على الرز، وتحطي المقدار اللي انت عايزاه بقى على الرز. تغسلي، مش هتعملي حاجه غير ان انت مثلا هتجيبي البتنجان تقوريه او المحشي تقطعيه اللي هو الكرنب وبس، وهتغسلي الرز وايه، وتروحي عامله واخده من اللي هي الخلطه بتاعتك على الرز. بس حبيتي بقى تزودي ملح او كده زودي، لان انا يعني ايه، كل واحد على حسب الملح بتاعه. بس صدقيني بتساعدك يعني جدا ان انت تخلصي، بتنجز ولو حاجه بسيطه من الوقت. طبعا كمان انت لو مثلا هتعملي الكرنب ومخزناه في التلاجة، ده برضه هيساعد معاكي بقى ان هو مسلوق جاهز، يا دوب هتطلعي تعمليه. وانا وريتكم الطريقه عندي على القناه، يا دوب بتطلعيه يفك وتعمليه على طول وتحشيه وتسلقيه وتسويه قصدي يعني. دي طبعا هتخف معاكي كتير، لان التخديع انها هتتسبك وتقعدي تخرطي في الخضره وتعملي، ده بياخد شغلانه. انا حاطه برضو الزيت والاقدام والحاجه، بصوا اهو حاطه كل حاجه. ممكن برضو انت تزودي الزيت والملح، ده بقى اللي هيزيد فعلا ساعه ما تيجي تجهزيها. جربي الفكره وان شاء الله هتعجبك. بصوا بقى يا بنات، الفكره اللي بعد كده دي كنكه مكان كنت عامله فيها يعني ايه، حلبه وينسون وخلطه وكده. فالمهم سبتها لحد ما عملت الشكل ده عشان اوريكم هتنضف بكل سهوله ازاي. انا دلوقتي مش من غير دعك من غير اي حاجه. بصوا يعني انا مثلا بكون قشر الليمون لاغراض كتير، فانت ممكن تعملي فيها ايه، قشر الليمون تمام وتروحي حاطاه فيها. بس انا دلوقتي مش عندي قشر ليمون، فهحط نص ليمونه عادي، وهنحط الميه وهنسيبها تقعد تغلي. اول ما تغلي 5 دقايق هوريكم، بس هنحط الميه والليمون الاول بعد كده نشوف هنعمل ايه. انا حطيت النص ليمونه او القشر الليمون زي ما قلت لكم، وهولع دلوقتي بسم الله، وهسيبه بقى لحد ما يغلي. والفوران بتاعه انا هصوره لكم برضو، هيطلع لحد هنا من غير اي حاجه. هتلاقوا الكنكه بعدها بتلمع. وثقوا بس اللحظه ووثقوا البهدله اللي فيها، وبعد كده شوفوا ايه اللي هيحصل بعد كده فيها. اهي هرجع لكم بقى بعد كده وهي بتغلي واوريكم نظافتها بعد ما ايه ما تخلص. بصوا يا بنات بدات تغلي اهي. هستنى بقى اسيبها لحد ما ايه تفور والميه تعلى وتوصل لحد هنا. لو حسيت ان الميه قليله ومش بتزيد، ممكن تزوديها انت حبه
علشان تعلى وتطلع لحد الحراف اللي فوق دي. وصدقوني هتخلي الكنكه بتلمع لمع، يعني ممكن تسيبها من 5 ل10 دقايق على تغلي، ممكن توطي عليها وتسيبها تغلي مع نفسها، بس اهم حاجه ان الفوران يبقى طالع لفوق كده. ده بقى اللي هينضفها لك لوحده كده. بصوا يا بنات، للامانه انا زودتها شويه ميه لان حسيت الميه قليله، ولما زودتها بدات الرغاوي اللي هي الفوران ده بصوا يعلى. مش عارفه انتوا شايفين النظافه؟ بصوا الكنكه بتنضف اهي، مش هيبان ده كله لما تخلص بس. واسيبها هكب لكم الميه واوريكم بقى النظافه. هسيبها بقى مع نفسها كده 5 6 دقايق لحد ما اسيبها تزهق بقى. لو النظافه انتوا عارفين، حتى لو ما فيش حاجه طلعت في الميه وكله نزل في الميه، الوساخه والتكلس والحاجات دي هتلاقوها يعني بدعكه بسيطه بالليفه او بالسلكه كده وهتطلع، مش محتاجه بقى اللي هو الارهاق والدعك الجامد ده. فانا هسيبها بقى تغلي مع نفسها جامد. ارجع لكم بقى اوريكم بعد ما تخلص وانا مفضيه الميه يعني. بصوا يا بنات، ده شكلها بعد ال10 دقايق اهو. عملت ازاي؟ الفوران بقى جامد بقى، ده دليل ان هي نضفت الكنكه من جوه. يعني مش عايزه اقول لكم. هجيب بقى الميه واوريكم ايه اللي حصل فيه. بصوا يا بنات، عشان اوثق لحظه المصداقيه اهي، الكنكه اهي وانا لسه ما كبتش الميه. ماشي، دي كلها شوايب من الليمونه. بصوا بتتشال بالايد بس عشان الكنكه سخنه، بس مش حاجه لازقه يعني. مجرد شطفها بشويه ميه هترجع نضيفه تاني. هكب الميه دي بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات بقى شكل الكنكه، شفتوا عامله ازاي اهي. كل ده زي ما قلت لكم بيطلع بالايد. انا لسه بصوا كبه الميه بس اهو. ولو محتاجه دعكه هيبقى دعكه بسيطه خالص بالسلكه هتنضفها. بصوا الفرق بين دلوقتي وقبل كده، تحسوها رجعت جديده اصلا يعني. شايفين؟ بصوا ما شاء الله. جربوا الفكره وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم الفكره مش تنسوا بقى تحطوا لي لايك كده تشجيع منكم، ودعوه حلوه من قلبكم كده ليا. ربنا بس يعني يفك كربي ويصلح حالي يا رب، ويهدي لي عيالي. بصوا يا بنات، الفكره اللي بعد كده وهي المصفى دي عجيبه ورهيبه. انا صراحه كنت داخله في جوازي بمصفى من العاديه اللي هي دي. المصفى دي حلوه جدا برضو، وخرامها ضيقه وما بتعديش الرز وكل حاجه. انا لقيت مصافي فيها خرامها واسعه مدوره، فدي تعدي الرز. انما دي انا كنت داخله بيها المهم يعني، دي لما كنت باجي اعمل محشي او كده مش كانت بتكفي. فانا قلت هجيب واحده اكبر شويه. انا رايحه اجيب دي بقى، كانت طالعه موضه الالوان البينك والبستاج والالوان التركي دي، فانا جبت دي. عجبني اللون ده. المهم انا جبتها على انها مصفى عاديه، بس بجد طلعت رهيبه. اقول لكم رهيبه في ايه؟ اولا هي مش للرز بس، هي حلوه في كل حاجه. تغسل خضار، تغسل رز، تغسل اي حاجه. تمام. هي 2 في 1 بقى. دي عشان احط فيها الرز لازم اصفيه كده وافضل ماسكاه، هي قاعده كده. انما دي لما تيجي ثواني بقى هحط لكم فيها الميه. بصوا كده هي واخده وضع النقع اللي هو او الغسيل، ان انا حاطه فيها الرز اهو خلاص وهغسله ومش عارف ايه وخلاص. تمام. طب انا عايزه اكب بقى، هكب الميه اهي كده هتتقلب. لا بصوا وقفت ازاي، واقفه اهي. فيها مسندين من تحت، مقعدين، مقعد اللي هي تقعد للنقع وده يصفي. بتقعد تصفي بقى ميتها لحد نقطة نقطة. تسيبيها مثلا تصفي وتشوفي وراكي، مش تفضلي بقى واقفة مصفية. انا كنت بعاني من المشكلة دي، ان انا الرز بيفضل معايا مية فيه، مش بعرف اصفيه كويس. فالمصفى دي بصوا بتصفي من تحت اهي. شايفين؟ بجد تحفة. هوريها لكم برضو من تحت. بصوا شكلها اهو اهي، ليها قاعدة من هنا وقاعدة من هنا علشان مكان للنقع ومكان للتصفية. تحفة بجد والله، ريحتني كتير عن المصفى التانية طبعا. وخرامها كمان ما اقدرش بقى انكر ان خرامها برضو ضيقة. اي نعم فيها بصوا بتحشر فيها الرز شوية،
غير التانية، بس ما بتوقعوش، اخرها الرز يتحشر فيها. لكن في مصافي تانية خرامها واسعة، يعني مامتي واخواتي جابوها ومدورة بقى، مش واسعة ومدورة، فالرزة تقع من الدايرة دي، فمش عجبتني خالص بالمرة. فدي كانت عملية، وكنت جايباها ب7.5 او ب10 حاجة زي كده، كانت حلوة جدا. انا جايباها من فترة قريبة يعني قبل الغلا اللي حصل ده. هاتوها وجربوها على ضمانتي وان شاء الله هتعجبكم. بصوا يا بناتات، الفكرة اللي بعد كده وهي خاصة بالأكل، الحاجة دي لو عندك كوسة في التلاجة بقى مركونة، مثلا عيالك مش بياكلوها، بتيجي تطبخيها مش بتتاكل، هقولك تعملي بيها ايه. هتجيبي، ولو التخينة بقى بالذات هتنفع وهتبقى حلوة برضو يعني. انا قصدي ان احنا نستغل التخينة لو لقيتها حتى في السوق رخيصة. انتي طبعا كنا بنقطع البتنجان وبنقليه وبيبقى طعمه حلو. لا بقى، ممكن تجيبي الكوسة وتقليها برضو، وتقطعيها بقى الاشكال اللي انتي عايزاها كده، نفس الاشكال دي، او مدور، شرايح، صوابع، اللي انتي عايزاه، وتعملي حط لها الدقة بتاعتك وتقليها برضو، هتلاقيها طعمة جدا. خلي بالكوا، هي طرية مش زي البتنجان بتاخد سوا على النار، لا هي مش هتحتاج سوا كتير في الزيت، بس هتبقى جميلة. وممكن برضو تعملها في الاير فراير، هتبقى تحفة. ومش عارفة صراحة، ما جربتش احط عليها زيت عشان تكون بتتشرب زيت زي البتنجان ولا لا. قصدي احط عليها ملح الاول قبل ما اعملها. دي بقى تقدري تستغلي بيها اي كوسه عندك مركونه، بدل ما تبوظ تروحي قلياها وطعمها حلو جدا، تحطي عليها ملح، تحطي عليها دقه، هتبقى تحفه. بعملها وبتفسها كده وسط البتنجان مش بتبان، وبجد بتبقى رهيبه في الطعم. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وخصوصا ان البتنجان ساعات اسعاره بتعدي ال15 جنيه، وسعره بقى في العالي، فدي هتكون بديل كويس جدا للبتنجان، وطعمها لذيذ جدا، وفيها فوائد كتير كتير جدا، يعني انها بتنمي الذكاء. فان شاء الله يعني هتكون كويسة، وهتكون بديل كويس للبتنجان، وهتدعولي لما تجربوها. وادي ده شكلها يا بنات اهي بعد ما اتقلت. بصوا، طرية من جوه ومسكرة وجميلة اهي. عشان بس انا مش عارفة اقطع بايد واحدة عشان ماسكة الموبايل بالايد التانية. بصوا عاملة ازاي اهي، زبدة جميلة جدا. جربوها وعلى ضمانتي وان شاء الله هتعجبكم. اهي دي بعد ما طلعت اهي. نيجي للفكرة اللي بعد كده، هي صراحة مش فكرتي، بس أنا شُفتها وعجبتني وقُلت أشارككم بيها، يمكن حد يستفاد. هي عبارة عن لو أنتِ عندِك مثلًا أطباق كتير في التلاجة مثلًا ومش عارفة تحطيها على بعض، بتجيبي قارورة قديمة أو إزازة كبيرة زي كده وبتحطيهم بالشكل ده، وبتتحط وبتنظّم لِك المكان وشكلها بيبقى حلو كتير. الفكرة اللي بعد كده يا بنات، معظمنا عندنا القشرة دي، انا عن نفسي عمري في حياتي ما قشرت بالسكينة، وما برتاحش الا فيها، وما اعرفش اقشر الا بيها. من وانا عند ماما، هي كانت بتخاف علينا ان احنا نمسك السكينة، فجابتها لنا، وبجد يعني شكرا لماما من هنا لحد نهاية عمري. إيه، عملية جدا وسهلة جدا، ومش كنت بعرف استخدم السكينة لان كنت باكل في لحم البطاطس. فالقشره دي كانت بتخليني اقدر على قد ما اقدر ان انا اطلعها رقيقه. وخلي بالكم كمان، بتطلع، بعمل بيها الشيبسي بتطلعه رقيق جدا. يعني بصوا مثلا، بس عشان بس هي مش متساويه. بصوا، المهم ان انا عايزه اوريكم ان ايه، بتطلع البطاطسيه رقيقه. المهم ندخل في صلب الموضوع. آه، كل قشاره انا لاحظت حتى من واحنا عند ماما، بس كانت عندها دي راس دي في جنب هنا كده، لان بتاعتها كانت مش مزدوجه، كانت من ناحيه واحده. فالبتاعه دي كنت بنقذ كارثه حصلت. المهم يعني هتلاقوا دي موجوده في اي واحده. انا زي ما قلت لكم عشان بتاعتي مزدوجه، فهي جايه فوق هنا. دي بقى لازمتها ايه يا بنات؟ يعني انا اكتشفتها كده والله، ما اعرفش، ما حدش قالها لي، من وانا عند ماما وانا بعملها كده، ولقيتها سهله معايا. مثلا حته بايظه في البطاطسيه زي دي كده، بتروح عاملاها، بس طبعا بالجنب بتبقى اسهل بكتير. بصوا، بتنضفها بكل سهوله اهي. اي حاجه بايظه بتروح ايه، مطلعاها من هنا. طبعا انت بقى الباقي بتقدري تنضفيه عادي ببوز السكين او كده. يعني بصوا، هي بصوا بتعمل ايه اهي، بتقدر تطلع لو في اي حاجه تطلع. جربوا الفكره وجربوا الحركه دي، ان شاء الله هتعجبكم. بصوا يا بنات، الفكره اللي بعد كده اللي هي السكينه ولا الاداه دي، تحفه جدا في ازاله الستيكر ده، اللي هو اللي بيبقى بتاع الرخامه او اي حاجه. بيبقى ليها حرف زي كده من هنا اهو، حاد شويه، بتشيل معايا. بصوا دي انا اهو شايله هنا اهي، بصوا بتشيل وما بتسيبش مكانها حاجه. شايفين؟ اقرب لكم شويه، فوق او تحت. ده كان لازق عندي
كان ورا وبعيد، مش كنت قايله، مش كنت عارفه اتمكن من ولا تقولي بقى استشوار ولا بتاع. حته فوق اهي، انا هشيلها بايدي انا اهي. بصوا بصوا دي بجد السكينه دي تحفه تحفه. ليها بوز عامله زي سكينه المعجون اللي بيشتغلوا بيها ينضفوا بيها المعجون والمحاره وكده. دي بتاعت الحلويات، وبتقطع كده كده عند بتاعت الحلويات ويشيلوا بيها ومش عارف ايه. ماما جايبها لي في جهازي، الله يبارك لها يعني. بتنضف حتى ما بتسيبش يعني ايه اثر خالص. ونثبت اثر التلزيق ده بسلكه ستانلس اللي هي دي على الناشف، بتطلعه. ان ما طلعش على الناشف بنليها شويه ميه او مسحوق صابون بريل الحاجات دي وهتنضف. نعمت ونضفت بكل سهوله. ممكن لو ماسك قوي يعني واللزق وخلاص لازق في البتاع، تعمليه تسيحيه بالسشوار يعني تسيحي بالسشوار وتشيلي. بس انا والله بصوا دلوقتي انا ما سيحتش بالسشوار ولا حاجه، واللزق ده عندي من سنين، انا عندي من سنين ما كنتش يعني عملته ولا شيء. ده وفي لسه تاني اهو. انا بس ايه الرخامه دي زاويه وانا شغاله بايدي وبصور بايدي. بصوا اهو، بصوا السهوله، شالت اهي. والبتاعه دي على فكره عند محلات الادوات المنزليه رخيصه جدا، يعني مش عارفه بتبقى من 5 جنيه بقى وانت طالعه على حسب الاحجام والاشكال والانواع. يعني اسمها سكينه حلويات. بصوا شايفين الابيض ده برضو لزق، بس ده مكان اللزق. بصوا عشان انا مش عارفه اكمل وانا بصور، لان انا بصوا ايديا طايله دي اخر ايدي كده عشان الرخامه بعيد بقى. انا هكمل انا مع نفسي. جربوا الفكره واتمنى تعجبكم. الفكرة اللي بعد كده يا بنات هي تجربة شفتها على المواقع اليوتيوب والتيك توك وقلت اجربها معاكم. وهي بنحط جزرة دبلانة في شوية مية وتحطيها في التلاجة يومين 3 اسبوع. فانا سبت الجزرة حوالي 5 ايام او 6 ايام. الجزرة دي عايزة اقولكم كانت دبلانة ميتة وانا كنت هرميها، وقلت اما اجرب اصلا اعملها الاول قبل ما ارميها، اجرب الفكرة معاكم. وبعدين لما جربتها فعلا يعني انا مجرباها مش محتاجة الجزرة، دليل ان هي عاملة ازاي. بس بجد لما جربتها لقيتها فعلا الفكرة كويسة ونفعت. وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. هي بس كل اللي انت هتعمليه هتحطي شوية مية وتنقعي فيها الجزرة كام يوم وتتابعيها، وبعد كده هتلاقيها رجعت كأنها لسه طازة. جربوا الفكرة وان شاء الله هتعجبكم. نيجي بقى للفكرة العشرة والأخيرة، واللي هي هتندمي ندم عمرك لو ما عملتهاش. انتي لو مش مشتركة معايا في القناة اشتركي فيها وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو مشتركة معايا اعملي لايك وحطي كومنت وتابعي كل فيديوهاتي عشان يوصلك نصايح وافكار حلوة كتير. ومش تزعلوا من الفكرة العشرة، انا طبعا بهزر معاكم. واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. ومش تنسوا بقى اللايك يا حلوين عشان بتعب فيديوهات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.